11 شخصا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهم مياه وادي تلمعدرت شمام قلميم. جلالة الملك محمد السادس وبمجرد علمه بمخلفات هذه الفيضانات أعطى تعليماته للسلطات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم للسكان المتضررين من الفيضانات التي عرفتها بعض جهات المملكة. وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه على إثر الفيضانات التي عرفتها بعض الجهات وخاصة منطقة قلميم والتي خلفت عددا من الضحايا والمفقودين وخسائر مادية هامة، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للسلطات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للسكان المتضررين. وأضاف البلاغ أنه مشاطرة من جلالة الملك لأسر الضحايا والمفقودين آلامهم تخفيفا لما ألم بهم من رزء فادح، فقد قرر جلالته التكفل بلوازم دفن جثمين الضحايا ومآتم وعزائهم وكذلك بتكاليف علاج المصابين. وتفاصيل أوفى حول مخلفات الفيضانات في قلميم وأيضا في إقليم راشدية، حيث أتت السيول الجارفة على المنازل وعلى الأراضي الفلاحية وقطعت حركة السير بالعديد من الطرق. نتابعها مع نادية اليوبي. بعدما طغى الماء على واد تلمعدرت بشمال قلميم، أتت سيوله على الأخضر واليابس وجرفت كل من حاول الوقوف في وجهها، فالمنسوب ارتفع بشكل مخيف أودى بحياة 4 أشخاص، فيما 11 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعدما جرفتهم المياه. ليست قلميم وحدها من عانت ولاية السيول الجارفة، فساكنة قصر قلميم بالراشدية استفاقت منذ ليلة الأمس على شآبيب من الأمطار جعلت العشرات من المنازل تنزل على ساكنتها. لحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح. لكن إذا كان العالم جميعا يفرح بسقوط الأمطار، فإن ساكنة قصر قلميمة تتنبأ بأن الأمطار فاجعة وتنبئ بكوارث خطيرة على مستوى الأرواح. منذ مدة قاموا بترميم بيوت قصر قلميمة. الترميم لم يجد نفعا فالبيوت سقطت مع أولى التساقطات. نحن الآن في العراء بعدما ضاع منا كل شيء وبيوتنا أيضا كلها مشقوقة من تحت إلى الفوق. وزادوا لي هذاك الترميم راه خايبة، هذاك الترميم اللي داروا ليها راه هرسوها كاع. منسوب المياه الذي ارتفع بشكل غير مسبوق على الرشيدية جعل واد غريس يأتي على الطريق الرابطة بين قلميمة والدواوير المجاورة مثل تدغوست وأملقو، كما أغرق الأراضي الفلاحية. 3 أيام أنا جالس هنا ما قدرتش ندوز، درت لي إمكانيات والو صافي ما كاينش فين ندوز. بالنسبة للواد خصنا البراج شحال هادي اللي كنطلبوا هذا البراج راه جاو داروا لوتيد عاود داروا لوتيد، دروك راه كنتسناو غير البراج يجي. دابا ملي كاين البراج راه كيضيعنا. هذه السيول الجارفة أتت أيضا على 83 من البيوت الطينية خاصة بميدلت ومراكش وسمارة. معظم المناطق عرفت عمليات إنقاذ واسعة من لدن عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، مما مكن من إجلاء عدد من ضحايا هذه الفيضانات باعتماد المروحيات. وقتيلان آخران سقط في كل من إقليمي ورزازات وتنغير بينهما امرأة، كما سجلت خسائر مهمة شملت انهيار 60 منزلا بمختلف دواوير إقليم ورزازات، فضلا عن إتلاف عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ونفوق عدد من رؤوس الماشية. عمر أجراري وميلودي زيمتين. الحصيلة المؤقتة للفيضانات التي عرفتها إقاليم تنغيرة وورزازات تتعلق بتسجيل حالة وفاة بقرية تلوات، ويتعلق الأمر بامرأة مسنة انهار منزلها. باقي التفاصيل تتعلق بانهيار 60 منزلا بقرى إشباك وإيمين لون وغيرها من القرى التي لا يزال بعضها إلى حدود الآن محاصرا بسبب السيول. سجلت أيضا خسائر مادية فادحة بما يتعلق بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية. رغم الخسائر البشرية والمادية لفيضانات الأودية، إلا أن سد المنصور الذهبي بورزازات انتعش بفعل هذه التساقطات. الصور التي نشاهد الآن تبين ارتفاع حقينة السد إلى ما فوق 100%، وضع لم تشهده المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي. التساقطات المطرية
التراوحات ما بين تجاوزات تقريبا 200 ملم في المناطق الجبليه، ومعدل التساقطات في منطقه السفح وصلت تجاوزات 50 ملم في هذه الايام هذه. هذه التساقطات المطريه كان لها وقع جد ايجابي على حوض درعا، خاصه على المنشات المائيه، حيث ان منشاه سد المنصور الذهبي انتقلت نسبه الماء من 51% حاليا تجاوزات 100%. هذه الأمطار خلفت واردات مائية قدرت ب 300 مليون متر مكعب بالنسبة لسد المنصور الذهبي، الشيء الذي أعاد الآمال للساكنة والفلاحين خصوصا بعد فترة الجفاف الأخيرة. تبارك الله عطا جاب الله خير الخير، تبارك الله الحمد لله ونشكروا بعدا بالمسائل الشتاء مزيانة الحمد لله، الواد حمل تبارك الله اللهم لك الحمد، وكنتمنوا الخير لهذه البلاد. سد عندنا راه عمر بالماء، كنا تنعانيو تقريبا عامين هذا من الماء، وكما تنعرفوا ان بحيره ورزازات هي يعني المنفذ الوحيد للصالح ماء الشرب لورزازات. هذه السيول في المقابل أدت إلى اضطرابات في حركة السير، حيث لا تزال الطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات ومراكش إلى حدود الساعة منقطعة على مستوى تيزين تيشكا، كما أن الطريق المؤدية إلى أكادير تضررت بشكل كبير، ولا تزال هي الأخرى موصدة في انتظار إعادة إصلاح ما يمكن إصلاحها. وفي الإجمال أفادت وزارة الداخلية في بلاغنا اليوم بأن 6 طرق وطنية و18 طريقا جهوية و29